بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي. النهارده باذن الله هنعمل ترمس والحمص. سهل جدا. طبعا لازم يجي العيد لازم نعمل ترمس وحمص، وممكن ونعمل جنبيه الحلبة ونعمل جنبيه الفول المتحمص. بيبقى جميل جدا وبيبقى مناسبة جميلة في العيد. عمايله بسيطة جدا وسهلة جدا. جيب الحمص زي ما انتم شايفين، فيه حمص رفيع وفيه حمص عريض الكبيرة يعني، والترمس السريع. ما تجيبوش الترمس المر، الترمس السريع بيتعمل على طول. بتجيبوه بتروحوا غاسلينه غسله نظيفه، طبعا منقيينه من لو في طوبه في اي حاجه ترمسيه وحشه بتاع بنشيلها، ونغسله ونروح حاطينه في حله كبيره ونحط عليه ميه ونسيبه يوم كامل. تبصوا تلاقوا الترمسيه زادت وملت الحله دي هي والحمص. طبعا في الوقت ده بنغير عليه مره ولا اتنين. بعد كده بنشطفه ونحطه في حله بميه نظيفه من الحنفيه ونولع عليه النار ونحط عليه شويه كمون، واحنا حاطينه على النار، شويه كمون صغيره كده. بعد كده بنسيبه اول ما يبدا الغليه نسيبه 10 دقايق، ما نزودوش عن 10 دقايق يا جماعه علشان الترمسيه القشره بتاعتها ما تقعش. وغير كده لما تاكلوا الترمسيه تحسوا بطعمتها كده، ما تبقاش مهريه. بعد كده بنروح مصفين الميه المغليه اللي عليه ونشطفه ونحط عليه ميه نظيفه من الحنفيه ونسيبه، وكل ساعتين كده نغير الميه بتاعته. هنسيبه يوم او يومين، او انتوا ممكن تاكلوه في نفس اليوم، بس سيبوه يوم يعني يومين عشان يبقى جميل كده. وكل شويه بنغير الميه عليه، وبعد كده بنيجي نعمل له المحلول بتاعه. بدأنا ميته وحطينا له ميه نظيفه، بنحط ميه عليها ملح، عليها شويه شطه، عليها شويه كمون، ونقلبه كويس ونفضيه على الترمس، ونروح واخدين الترمس ده في برطمان. بعد كده لما بناخده في برطمان ونحطه عليه الميه بتاعته ونحطه في التلاجة، برطمان، علبه، كيس تلاجة، زي ما انتوا عايزين، وتخلوه وتاخدوا منه. وقت ما تاخدوا منه تعصروا عليه الليمون تاكلوا منه، بيبقى جميل جدا. ولو قعد عندكم فتره كبيره ما يجرالوش اي حاجه. هاخده دلوقتي اغسله واحطه وانقعه في الميه لمده اليوم زي ما قلت لكم. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، غسلته ومليت عليه الميه. بصوا خد كتير الميه ازاي، ملي عليه الميه، وعملته الاتنين مع بعض، لان الترمس السريع غير الترمس المر. لو الترمس المر مش هنحط معاه الحمص، ده لوحده وده لوحده. وطبعا الترمس المر بيقعد له بالاربع ايام وال5 ايام عشان المراره بتاعته تروح. اما الترمس السريع هو والحمص حطيناه مع بعض زي ما انتم شايفين كده، غسلناه ونقعناه في الميه وهنسيبه يوم بكامل. وبعد ما نسيبه قبل ما نسويه هوريه لكم. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما نقعت الترمس يوم، بصوا نفش ازاي الترمس هو والحمص. طبعا كان نص الحله اتملت الحله بيه، زاد كتير. هنعمل بيه بقى، هنروح دالقين الميه اللي عليه وشاطفينه وحاطين عليه ميه نظيفه من الحنفيه، وهناخده على النار وهنشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، سلقناه سيبناه زي ما قلت لكم بعد الغليه ب10 دقايق بس. لما شايفينه بقى عامل ازاي، هصفيه واحط له ميه من الحنفيه، وهنفضل على الحال لمده يومين كده نغير ميته. عايزين تعملوه بسرعه في خلال يوم ممكن، بس انا بحب اقعده يومين كده اغير ميته كل شويه. ومع بعض برضو هنشوف هنعمله في الاخر. بس ما تسيبوهوش على النار فتره طويله، علشان الترمسايه لو استوت فتره طويله بتبقى طريه كده ومش حلوه. احنا عايزينها تبقى بتقرمش شويه كده، يعني حلو ماسكه نفسيها. وغير كده هي عمليه السليق ليه، احنا ممكن واحنا ما نقعناه نغير ميته وبتاع وهيبقى كويس، بس احنا بنعمل عمليه السليق علشان ما يزرعش. بصوا الشكل ده، هصفي الميه واقول. هنا يا حبايبي الترمس بعد ما خليناه يومين بنغير عليه ميته، الميه الصفراء بتاعته دي لغايه ما بقت الميه بيضه وحلوه. بعد كده هنحط عليه ملح، نحط عليه شويه كمون، شويه شطه، والميه بتاعته، ونحطه ونعبيه في برطمان زي ما قلت لكم ولا في اكياس، ونحطه على شبكه التلاجة لغايه ما تيجوا تستعملوه. تيجوا تطلعوا الحبه وتعصروا عليه الليمون. وبألف هنا. يا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.